وتنادي إلهي أنت سميتني برحمتك فاطمة وفطمت بي من تولاني من النار، فوعدك وعدك يا من لا يخلف الميعاد. هنيئا لك، الله يرزقنا إن شاء الله وياك شفاعة الزهراء، وما أحلاها من شفاعة الزهراء تأخذ بيدنا. فيأتيها النداء من قبل الله يا أمتي يا حبيبتي يا فاطمة أنا سميتك برحمتي فاطمة وفطمتك وذريتك وشيعتك من النار. يا فاطمة سلي تعطي، فتقول إلهي الشفاعة، فيأتيها النداء يا فاطمة انزلي إلى المحشر وخذي بيد شيعتك ومحبيك إلى الجنة، فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء. تستغرب أنه بعض الروايات يقول الرسول صلى الله عليه وآله مع ما صنعوا وهم يرجون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي. من هم؟ من غيروا سنة رسول الله وغصبوا عليا حقه وتعدوا على فاطمة. ماذا صنعوا؟ قال جاءوا بالجزل والنار وضعوا الحطب على باب بيتها أشعلوا فيه النار. من ألموا أناملها بالصياط، من قال طلعت علي بوجه كأنه الشمس فتذكرت سحر محمد وولوغ علي في دماء قريش فرفعت يدي ولطمتها على عينها. يصيح يا زهراء يا زهراء. من رفس الباب برجله وعصرها بين الباب والجدار فأنبت في صدرها المسمار. من أسقطها جنينها على أعتاب الدار حتى باتت عليلة تودع الدنيا يوما بعد يوم. دخل عليها أمير المؤمنين وهي تلوج على فراشها، لما رأته فتحت باعها وقالت إلي إلي يا علي. جاء إليها فضمته إلى صدرها قالت يا علي أوصيك بوصايا أم أعهد بالأمر إلى غيرك. والله لو سألنا فاطمة عندك غير علي تقول ما عندي غير علي، بس ليش تقول هالكلام؟ من عظم ما جرى عليها من هضمها من ظلامتها.
شلون ابتدأت الحديث الزهرة؟ تقول له يا علي المعذرة إلى الله وإليك إن بدر مني شيء تجاهك يا علي. يقولها يا زهراء أنت أعظم وأجل وأكرم من أن أوبخك بكلمة، ما رأيت منك إلا خيرا. تقول له يا علي إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط والدي رسول الله يا علي، واصنع لي نعشا صورته لي الملائكة يا علي، وأخرج الجنازة ليلا إذا هدأت العيون ونامت الأبصار يا علي، ولا تدع من ظلمني وغصبني حقي حضور جنازتي والصلاة على يا علي، وإذا أهلت التراب على بدني وأنزلتني في ملحودتي فأتني ليلا واقرأ القرآن والدعاء. ليش يا زهراء؟ قالت فإن الميت يحتاج إلى مؤانسة الأحياء. أويلي بحين حضرتها المنية حضر يا مهل وصيب وسط الوصية تقل أقرب يا بعد الروح ليا قرب ليه ومن عين الدمع خاف يقل لها يا بعد أهل اشتهيسي كسرت خاطري يا محسن وحسين تقلب وقت غسلي يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبر. ليش؟ تقل تراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني أخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي ليت وخا واجمع أصحابك عقب عيني وجهزوني. طلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوه واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروا لا يحضرون جنازتي يم شيد الدين. ليش يا زهراء؟ قالت ما قصروا يا مرتضى ردوا ضلوعي وبعد على المختار ما نشفت دموعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي جاني ولطمني فوق خدي ومحجر العين. سلاها أمير المؤمنين خرج قامت الزهراء نشطت من عقاب أرسلت إلى أولادها جاءوا حسن حسين زينب أم كلثوم ضمتهم إلى صدرها تحادرت دموعها على خديها. سألها الحسن أمه لماذا تبكي؟
قالت لما يجري عليكم بعدي وبعد أبيكم أمير المؤمنين، والله ضلت وين وانا خفية وين يا مهل الحسن وحسين أخي، والله بحين حضرتها المنية وصيت تندفن بالليل الظلام. التفتت إلى الحسن: بني كأني أراك ورأسك في حجر أخيك الحسين تلقي طائفة من كبدك. بني حسين كأني أراك على بوغاء كربلاء تطأك الخيل بحوافرها تعلوك القام ببواترها. بني زينب أم كلثوم كأني أراكما بين حرق الخيام وضرب الصياط ونهب الأعداء. والله لا تقول ماني حاضرة يمك يا مسموم، أبحضر بنظر للطشت مملي بالدموع. يا ابني بشوفك في صدر خيك المظلوم، وزينب عليكم يا ولادي شاب كلبا، مني تدنى يا غريب الغاضرية. هذا إلى وصية خاصة، إلى وصية خاصة. هذا الحسين ومصابة ما جرها، قل مني تدنى يا غريب الغاضري، أنا ودي أقبل من حرق قبل المنية، وأقبل ضلوع ترضها الأعوج، وأوصالك اللي بكربلاء تتوزع وزهر. إذا أكو سيد يعذرنا يا سيد. أنا كني أشوف الشمر جالس فوق صدره بالنعل وبسيفه يحسن نحره، وزينب تهل دموعها يا ابني وتنظرك، وأنا مثل زينب أشوفك في لضلقة. وحسين ومدت بصرها لزينب ونادت عليه: عندي وصية يا وديعة واحفظيه، في كربلاء يا نور عيني نفذيه، لما تشوفين الصبط نادى بالوداع. ماذا أصنع في ذلك اليوم أماه؟ قالت: في ساعة التوديع يا قرة العين، عني 3 مرات قبل منحر حسين، وبالصدر نوب ونوب يا زينب باليدين، لأن الوديعة تصيح لتندفن بالقاع. أشوف عندك استعداد بعد أنقل لك هاي الصورة ما بين زينب وما بين الزهراء. يقول لها: بني علي بالأمانة الإلهية. يقول: جاءت زينب بالأمانة الإلهية، أخرجي ما فيها. أخرجت الأكفان، قالت: بني هذا كفن لأمك الزهراء، وهذا كفن لأبيك أمير المؤمنين، وهذا كفن لأخيك الحسن. نظرت زينب بعد ماكو كفن رابع. يا عمي وصلت للمصيبة، والله قبلي وصلت للمصيبة. انت أدرى شو اريد أقول؟
يقول زينب بكت نادت أمه يا زهرة أليس الحسين خامس أصحاب الكسر؟ أين كفن الحسين؟ قالت بني استعجلت الجواب، تعرفين ذلك يوم العاشر حين ترين الخيل تطأ صدره وظهره. حسين يلها هذا الكفن يا زينب العادج حيدر الكرار، وهذا الثاني لعضيدك حسن من جدك المختار. واختنقت بعبرتها وصاحت والدمع نثار، اخديهم يا بعد اهل ترى مفرق يا بنت البيت. بكت زينب وصاحت ودمعها سال على الخدين، شاوين الكفن يما الرابع لو نسيت حسين. قلها يما يا زينب فجعتيني يا نور العين، اخيك لازم انه يصير يضل عاري على التربه. حسين ما تمالكت زينب، هنيئا لك العبرة، ما تمالكت زينب. قامت زينب ضمت الزهراء إلى صدرها إلى أن سقطت إلى الأرض. والله قامت زينب بهمة وحضنت فاطمة وطاحت. خبريني يا يمه بحال خير ويحتي راح، تقلى خيك ينذبح عطشان، سمعت زينب وصاح عشان الموت من قبله ولا اشوف ذبيح حسين. يلا من خلال هالماتم نروح إلى الحسين في اليوم العاشر على بوغاء كربلاء. وزينب تنظر إلى الخيل تطأ صدره وظهره، توجهت إلى ناحية المدينة منادية أمه هذا ما نبأتنا به، هذا عزيزك الحسين تطأه الخيل على بوغاء كربلاء. يما 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 حسن يما تعالي تعالي وشوفي كربلاء ايش سوى. والله انا بقيت محيرة ومن غير، واذا بها ترى سوادة من بعيد مقبلة ومنادية تنادي وولده وحسين. تقلها مو بعيدة مو بعيدة أنا يمك يا زينب مو بعيد. 3 ليال أنا ساكن البيدة، أنا شفت الشمر من حزور. بينما هي جالسة عند جسد الحسين وإذا المنادي ينادي من الخيام زينب طلعوها، حرق قلبها براس أخوها، وإن بكت بالصوت اضربوه، سبوا الزكية وشتم أخوه. وما برحت مهضومة ذات علة يؤرقها البلوى وظالمها مغفر.